الفيديو ده كان مطلوب مني من بسمة أحمد، تابعوني. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهاردة جاي اكلمكم عن ازاي ننظم نوم اولادنا. انا هقول لكم عن تجربتي وازاي نظمت نوم اولادي. اولا يا بنات، احنا دلوقتي طبعا في الصيف والاولاد متعودين على السهر. طيب ازاي ارجعهم نومهم ينتظم تاني عشان خاطر راجعين المدرسة وكده؟ اول حاجة، ما تحاوليش ان انتي تصدمي نظامهم البيولوجي وتنظمي نومهم من اول يوم. لا، ابدأي بالتدريج. يعني النهاردة مثلا هبدأ بنص ساعة زيادة. يعني ان كانوا بيناموا مثلا الساعة 12، هنيمهم 11 ونص واصحيهم بدري برضو نص ساعة، وكل يوم نص ساعة ان شاء الله. احنا لسه قدامنا على المدارس اسبوعين او 3. ففي خلال الاسبوعين او 3 دول ان شاء الله هتكوني وصلتي لانك تصحيهم الساعة 7 الصبح على الميعاد المناسب للمدرسة. بس في اخطاء احنا بنعملها وبنرجع نقول الاولاد ما بيناموش ليه نوم منتظم، وليه نومهم قلقان وكده. اول حاجة، انتي لازم تعملي روتين قبل النوم لأولادك، بحيث ان عقله يفهم ان كده خلاص انا بستعد للنوم. اول حاجة، تسحبي من ايده ان كان بيلعب في تابلت او موبايل او كده. ولو اني اصلا مش بشجع ان الاطفال تمسك الكترونيات، بس لو كان ابنك بيستخدم حاجة من الحاجات دي، انتي او لازم تشيليها من ايده قبل النوم بساعة او ساعتين. تخفضي الإضاءة، تقفلي التلفزيون. خلاص مفيش لعب وهيبرة زي بقية النهار. نبدأ كده نعمل عملية تهدئة للجهاز العصبي بتاع الطفل علشان يفهم ان هو داخل ينام. هتديه شاور وتلبسيه مثلا بيجامة قطن تكون مخصوصة للنوم. يا ريت تخصصي هدوم للنوم غير هدوم النهار اللي هما بيقعدوا بيها طول النهار. خلاص هتبدأي مثلا ان كنتي هتحكي له حدوتة حلوة كده. ان شاء الله بإذن الله بسجل لكم حدوتات بحكيها لأولادي. آه خلاص هتبدأي تقولي له النهاردة انت كنت شاطر، تكلمي عن اهم وقت في اليوم، واكتر وقت كان ايجابي في اليوم ده. ما تقعديش تفكري بحاجات وحشة. اوعي تستخدمي طريقة التخويف او تقولي له من الغولة والحاجات اللي الناس كانوا بيخوفوا بيها اولادهم زمان عشان يناموا دي. انت كده تعملي له رعب. لا، اقرأي معاه قرآن لو هو حافظ، او اقرأي انت عليه لو هو طفل صغير لسه مش حافظ. و وخلي عندك صبر شوية يا بسمة. مش من أول يوم ولادك هتعرفي تظبطي نومهم. لازم إن شاء الله الموضوع ده هياخد معاكي بإذن الله 3 أيام أو أسبوع. ومش هقول لكم اعملوا اشتراك أو لايك، ادعولي ادعولي